اسمع يا سيدي التخاريف. يوجد في داخل هذا الصندوق مومياء لعالم يرجع تاريخها إلى العصر القديم. لمن لا يعرف جو روغان والبودكاست الخاص به The Joe Rogan Experience، اختار عالم الآثار المصري زاهي حواس وحلقته قائلاً إنها الأسوأ في تاريخ برنامجه، ولم يصبها أي سوء أو تلف للآن. عشان يتكلم على الآثار المصرية وتحديداً لغز بناء الأهرامات. بدأ التوتر بين زاهي حواس وجو روغان في الحلقة عندما عرض المذيع صور وجود أعمدة تحت أهرامات الجيزة. زاهي دخل الحلقة زي ما متعود ينخع في مصر بكلام كبير واكتشافات مهمة وحقائق جديدة عن بناء الأهرامات ومعلومات لأول مرة تتقال. بياع، زاهي بياع زيه هو نتاج تلك المرحلة العافنة من تاريخ بلادي، وهي عرضة لأن تعود إليها الحياة إذا عرف أحد العلماء سرها. لكن لما بدأ جو روغان يسأله فين الصور، فين الأدلة، فين المصادر، الإجابات كانت غريبة جدا. إن لقاءه مع زاهي حواس هو أسوأ حلقة له على الإطلاق، واصفا الدكتور عالم المصريات بالمنغلق والمتشدد لأفكاره على حد تعبيره. زاهي قال له موجودة في كتابي. قال له طب فين الكتاب؟ قال له متوفر على الانترنت. قال له طب معاك ملفات مهمة؟ قال له أكيد على الكمبيوتر. قال له فين الكمبيوتر؟ قال له في البيت. بقى بذمتك ده كلام معقول؟ And why is this not online? Whoever put it online, it's in my book. Do you have the footage here? If you can come to my lecture Oh, come in on, Houston. man. Well, what about right here? أني مغفل اللي يصدقه. Right now. Where do you have it? Do you have it on you? In my computer Where's your computer? in Las Vegas. أني مجنون ده اللي يصدقه. ايه ده؟ انتوا بتسألوا أسئلة صعبة جدا هنا. أنا في دولة العسكر بزرط أي زرط محدش بيسألني. انتوا ازاي كده؟ Yes, Can we see this? The graphs online. yes, in my book. I don't. Boy. I do. Oh. هو البرنامج ده اسمه السؤال؟ مفيش إجابة؟ هكذا بدأ اللقاء والذي تحول لفضيحة عالمية بدون أي قدر من المبالغة. Show it in the show. I can Like send this it show. tomorrow. Okay. You can send it tomorrow? Yes. Okay. أنا بدي أفهم أنهي دور يوافق على الكلام ده. Yes, Can we see this? The graphs online. yes, in my book. It's in my book. It's in my book. It's in my book. وعند سؤاله عن بناء الأهرامات من قبل الفراعنة رد أن الإجابات موجودة في كتابه الجيزة والأهرامات. حاولنا ندور على كتب زاهي حواس لقينا انها مش متوفرة على النت ولا حاجة. تحميلها متوقف من قبل المالك. Yes, in my book. امبارح كنت قاعد مع دكتور عالمي عايش بره خالص، بره مصر خالص. فين يعني؟ عايش في العالم، في حتة في العالم. في العالم في حتة كده جنوب المكسيك أو قرب الأرجنتين. لما دورنا اكتر كتبه ما بتنزلش. لقينا ان زاهي حاطط كتبه على منصة امازون. Yes, in my book. أنت النبادي بقى على السرايا الصفرا عدل. خلاص العوض عن النهر عقلك. والنبي. ما فسره الكثيرون على أنه ترويج لكتابه على حساب الحضارة المصرية. اخي يبقى عندك كل تلك الوثائق في حين ان الشعب ما يعرفش اي حاجة وتبدأ تبيع الوثائق ويبقى كتاباتك بالكلمة مقابل كل دول بيسرقوا من دم مصر. وايه اللي حصل؟ دخلت على طول قعدت مع الدكتور. دهشت معاه قلت له عندنا مشكلة. دكتور عالمي ما شاء الله عليه. وقال حواس في مناسبات متكررة كل الإجابات على الأسئلة موجودة في كتابه. Yes, in my book. بيحول أي حاجة لأي حاجة. تديله خلاط يديك فريزر. وأيضا تساءل روغان حول كيفية نقل أحجار الأهرامات التي تزن بين 50 إلى 80 طناً لمسافة 800 كيلومتر. Yes, in my book. تديله فريزر يديك ثلاجة. جو روجان ده صديق واحد اسمه جرام هانكوك انجليزي عايش في لندن، وجرام هانكوك طول عمره بيشكك في الحضاره المصريه، وانا نظرته في كل مكان وكسبت المناظره معاه. تديله ثلاجة يديك مروحة سقف، تديله مروحة سقف يديك مروحة أرض. عالمي. Yes, in my book. ده مش دكتور،
ده بتاع ربابيكيا ده. لا هدوم قديمه، يديك طبق بلاستيك وتديله بقى. ايوه صح بتاع ساكسونيا، هو ده بتاع ساكسونيا. لا 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 بيضحكوا عليك يا ابني، ده عالم جحد. وبقول له كل الحاجات العلميه اللي بتقولها كلام غير طبيعي وغير حقيقي، لان ده كله كلام مرسل، مفيش دليل اطلاقا على اللي بيقوله. Yes, in my book. ايه انت كنت في سبينس؟ ايه كنت في سبينس؟ كنت في جنوب المكسيك. زي حواس كذلك، رجل بيحتكر معلومات يبيعها وبيروج انه يجيب سياحه لمصر، نصاب لكنه ذكي جدا ودماغه شغاله، بيعمل حركات ويزعق ويخش بسيجار. انا مش عايز اقول لهم، مش عايز احسن يشتموني، مش عايز اقول اللي حاضر ده مش حاضر ببلاش، دافع فلوس عشان يحضر. ده احنا اللي دروكنا اللباري جوه الشباري بالدهلكه. وان الشركه المنظمه دي دافعين فلوس كل يوم عامل ده طبعا. ايه بالدهلكه؟ اعمل لك ايه بقى؟ ما انت ما بتعرفش لغه. ولكنكما ايضا التقيتما على ما اعتقد. خلينا اكمل من فضلك بقى، يعني انا بكمل تفضل. سؤال، انت بتقاطعيني وانا ما اعرفش بتكلم بعد كده. تفضل. باين على ابو شكلك. الكتاب عامل 50 جنيه استرليني، بقول لك نحت وبر مصر. زي حواس. يا روحي على الجرايم اللي بتنمى. وعند سؤاله عن بناء الأهرامات من قبل الفراعنة رد أن الإجابات موجودة في كتابه الجيزة والأهرامات. Yes, in my book. والنبي يا ابني انت خسران في الشغلانه دي، ده انت تعيش من غير مخ احسن. ما فسره الكثيرون على أنه ترويج لكتابه على حساب الحضارة المصرية. عيب ابو صلاح، ده احنا كسيبه ومخلصين وبنطلع القرش من بذر العنب. وده التوصيف الوحيد اللي تقدر توصف بيه زي حواس ومن يشبهه في بلادي.